قبل أن أخذ الأخ سامي تأخر. الأخ نور الدين رزقي، الأخ نور الدين رزقي، تفضل. تفضل الأخ نور الدين، عفوا. معك نعم. يلا تفضل نور الدين. لحظة. تشيعي ولا سني نور الدين؟ مسلم سني إن شاء الله. يلا احنا سؤالنا: يزيد أباح المدينة وقتل الحسين، أنت من المؤيدين ليزيد ولا لا؟ تفضل أخي. سؤالك. يزيد أباح المدينة، هل أنت من المؤيدين ليزيد وقتل الحسين عليه السلام؟ أباح المدينة ايه وقتل الحسين سلام الله عليه. أباح المدينة ولم يقتل الحسين. ايه وإلى الآن لم نجد دليلا على أن يزيدا أمر في كتاب أو في رسالة أن اقتلوا الحسين. مين قتل الحسين؟ مين قتله؟ الذي قتل الحسين هم من دعوه، اللي هم مين؟ دعوه للنصرة والتأييد ودعوه إلى الكوفة. ايه اللي هم مين؟ يزيد أن يقتل الحسين كما تزعمون لما تركه يخرج من الكوفة لحاصره في البصرة. ايه مين اللي قتله؟ مين اللي قتله؟ الذي قتله هم الخوارج الذين خرجوا على أبيه، الذين خرج منهم ابن ملجم. اي اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ قاتلوا علي قتله الله. اي بابا اللي هم مين؟ الذين قتلوه هم الذين خرجوا على علي. ادري هم مين، اعطينا فد اسمين ثلاثة أربعة شلون بلوا هذول اللي هم مين؟ اعطينا اسمين ثلاثة خلينا نعرفهم، تفضل. اللي هم قادة الجيش في جيش علي يوم محفوظة والله العظيم اخواني معبيلهم دماغهم. ادري يا حبيبي يا نور الدين يا نور عيني يا بهجة هو سني، هو كان مع جيش علي او كان مع جيش معاوية. اسمع وحدة نقطة. انت تقول ان اللي قتل الحسين شمر بن ذي الجوشن، صح لا؟ نعم. هذا وحده هو ولا في معاه ناس؟ نحن نتحدث عن القادة الذين خرجوا. ايه هذا واحد ماشي، هذا واحد. طينا الرقم اثنين شو اسمه؟ انت اعطي البقية، انا اعطيتك. انا شو دخلي هو رأس القتلة، هو من رمى الحسين. لحظة أخي أنت تقول أعطيك القادة، أنت تدعي ادعاء أنه اللي قتل الحسين من دعوه وأنهم كذا وكذا دعوه وقتلوه. الآن يعني الشمر هو الذي دعاه، يعني الشمر كتب للحسين عليه السلام وبعد ذلك قتلوه. هذا واحد، انتهينا. رقم اثنين مين الاسم الثاني؟ ابن زياد. منو؟ ابن زياد. ابن زياد منو؟ ابن زياد نعم. مين ابن زياد؟ ابن زياد أنت راجع ترجمته وستعرف من هو ابن زياد. تقصد عبيد الله بن زياد؟ نعم. ابن زياد. هذا عبيد الله بن زياد كتب للحسين وبعد ذلك قتله. هذا اثنين صح؟ نعم صح. ثلاثة، اعطينا ثلاثة الاسم الثالث. الثالث لا يحضرني اسمه. طيب الآن نتناقش في هذين الرجلين. طيب أحمد الإمامي تسمعنا أبو باقر؟ أسمعك سي حجي أسمعك. هذا يقول لك إنه بن زياد هو الذي راسله وشمر هو الذي راسله والنوب قتلوه. يعني كل إخواني كل الجيش الآن شخصا فقط، هؤلاء راسلوا. سؤالي هؤلاء من أهل الكوفة؟ نعم من أهل الكوفة. ايه يقول لك هؤلاء من أهل الكوفة. تفضل أبو باقر. والله يا حجي أنا هذا يعني هؤلاء الذين يدخلون هم إما لم يتابعوا الحلقات السابقة أنهم هم معبئين، مسألة معلومة يعني، لكنه إلى هذه الدرجة. إحنا قبل شوي عندما تكلم ذاك الرجل
ما أعرف اللي قال ما أكلم أحمد الإمامي وسألناه، قلت له من هم الشيعة، لأنه هي هذه القضية تدور. فيقول من هم؟ قلنا له من هم الشيعة؟ ما جاوبنا أحد، لأن هؤلاء هم حافظين كلمتين ثلاثة يجوا يذبوها هنا. مثل الآن الأخ يقول الذين راسلوه هو شمر وراسله ابن زياد. وين كان ابن زياد أصلا؟ هو جاب اسم ابن زياد مو صحيح؟ أي نعم. وين كان ابن زياد أصلا؟ هو ابن زياد دخل إلى الكوفة بأمر يزيد لعنة الله عليهما، دخل إلى الكوفة متخفيا ولبس لبس الجبة الخضراء والعمامة وهكذا، وخمر نفسه، حتى أنهم قالوا أن الحسين دخل، أن هذا الحسين يعني دخل بخديعة، مثل ما باحتيال، مثل ما حضرتك تقول. يعني شلون قضية الاحتيال كلها أم المؤمنين تقول لنا احتالن له ذاك يحتال، المسألة معروفة عند الجماعة. فدخل باحتيال، كيف انه راسله وهو يقتله؟ من جايبها هذه على قولة واحد والله ما ادري اجيب اسمه اساله وما اجيب اسمه. المهم طيب، شمر بن ذي الجوشن الرجل خارجي، كان من الخوارج، شلون راسل الامام الحسين وهو كان خارجيا، وبالاصل هو كان يبغض امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم راسلوا الامام الحسين بعض وجوه الشيعة الذين كانوا في ذلك الوقت، لكن بعض منهم يعني الذي انعزل او كان من بعدين خرجت مساله التوابين، معركه التوابين، تابوا وخرجت معركه التوابين والمساله معروفه، لكن الاعم الاغلب لم يكونوا من شيعه امير المؤمنين صلوات الله عليه. والسيد ميثم فصل قبل قليل انهم كانوا من شيعه الزبير وموالين لابي بكر وعمر، والقضيه واضحه. فبالتالي كيف يقول هذا الرجل الشمر؟ انا اسالك، الشمر كان خارجي او مو خارجي؟ شمر هذا في اي صف كان يوم صفين؟ كان قائدا في اي صف، في اي طائفه؟ كان في جيش امير المؤمنين، لكن خارجي. شنو خرجوا على امير المؤمنين بعدين؟ يا احسن نور حجي لحظة حبيبي. عبد الله بن سراح الذي هو أخ عثمان بالرضاعة، الذي أنتم قلتم أنه كاتب الوحي، والذي قلتم عندما كان رسول الله يكتب في سورة المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم، عندما يتكلم الآية عن خلق الإنسان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. تبدأ الآية الكريمة القرآنية إلى أن تصل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. يقول فسكت رسول الله فقال عبد الله بن سراح فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال له رسول الله ثبتها فتبارك الله أحسن الخالقين. يقولون بعد هذه الواقعة ارتد عبد الله بن سراح كاتب الوحي وذهب وتنصر، لذلك دخل رسول الله في فتح مكة قالوا اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة. هذا كاتب وحي وارتد، شنو يعني؟ وإذا وهو صحابي وكاتب وحي وارتد وهرب وتنصر. أبو باقر بس أخي نور الدين الآن أنت تريد أن تغير الموضوع من الخوارج الذين كانوا مع علي في صفين. اسمع رؤوس الفتنة خرجوا من صف علي نور الدين وقاتلهم في النهروان وتركهم بين قتيل وجريح وهارب، والذين هربوا بعضهم تفرق في الشام هربوا إلى الكوفة، وهناك استوطنوا في الكوفة، وهناك كادوا لآل البيت عليهم السلام هناك في الكوفة. لماذا تنكرون الحقائق؟ الآن شمر بن ذي الجوشن كان قائدا في جيش علي وحارب معاوية رضي الله عنه، وهو الذي أسس وهو الذي دبر المكيدة وأرسل ابن
المجرم لعنة الله عليه الذي يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. زين لحظة حبيبي، لحظة حبيبي أحمد يا أستاذ أحمد، أنا ما قاطعتك، أنت لماذا تقفز عن الحوادث التاريخية؟ يجب أن تنقل بأمانة. نحن بصدد حوادث تاريخية يا حبيبي. اسمع لا ينكرها إلا جاهل. أنا سأخلص وأترك لك الكلمة. أنا ما قاطعتك. يلا كمل أخ نور. أنا قلت أن شمر بن ذي الجوشن هو رأس وأنت بعظمة لسانك قلت على أنه خارجي. نعم أنا معك خارجي، وهؤلاء الخوارج هم من كادوا لعلي رضي الله عنه، وهم أيضا الذين تتبعوا نسله وأرادوا إبادة نسله. نور الدين كانوا مصلحين. رسول الله صلى الله عليه وسلم نور الدين من بعد المصلحين. نور الدين لا إله إلا الله. الخلافة خزي. نور الدين يا أستاذ نور الدين آل البيت، مع أن آل البيت كانوا يا أستاذ نور الدين نور الدين ما يسكت. أعطونا دليلا ماشي. دليلا عقليا على أن الخليفة وهو رأس الدولة. طيب اعطينا صبر أستاذ نور الدين. كيف ينتظر نور الدين حتى يخرج الكل نور الدين شيعته إلا اغلق الصوت عنهم، مشكلة والله. أخي نور الدين، أستاذ نور الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للخوارج لماذا أسلموا الحسين للخوارج؟ طيب أستاذ نور الدين أولا اهدئ. هذا ترى الشاشة، هذا كتاب سير أعلام النبلاء أمامك على الشاشة، واضح؟ سأقرأ لك من كتاب سير أعلام النبلاء. إخواني هذا كتاب سير أعلام النبلاء أمامكم، ونقرأ من المجلد الثالث حفظكم الله تبارك وتعالى. طيب من المجلد الثالث. طيب هنا في الصفحة 545 أمامكم الصفحة، يقول في الترجمة اللي ذكر عبيد الله بن زياد، اللي ذكر المكرم نور الدين. خليك معي وخلينا نقطة. قال عبيد الله بن زياد أمير العراقي أبو حفص. الأصوات. طيب تسمعني الآن ولا ما تسمعني؟ الآن تسمعني؟ نعم. تسمع؟ أسمع أستاذ وعد، لكن هناك اختلاف في الأصوات. طيب إذا ممكن يسوون لحظة ممكن مداخلة حجالة عشان خاطر البطارية هتفصل عندي. اي بس اقرا هذه. اي تفضل ما مشكلة، بس اريد اقرا الاخ نور الدين. تفضل يا سامي. هو انا بس عشان خاطر فاضل لي دقيقتين 3 في البطارية او 5 دقايق لحد اقصى يعني. هو بس انا كان مش عارف انتوا السقيفة مال، يعني انتوا ايه اللي مش شايلكم السقيفة؟ انتوا عايزين تشيلوها شوية تشيلوها سبب كورونا. شوية يعني مش لازم كل حاجة تشيلوها على السقيفة. يعني اذا السقيفة هي السبب يبقى معذرة الامام علي يشيل برضه. ليه؟ عشان خاطر برضه تبقى حضرتك عارف السبب. ان ابو بكر على فكرة اتى حكم سنتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان 23 سنة صلى الله عليه وسلم. في سنتين ابو بكر عرف يغير معالم الدولة الاسلامية خالص، وخلى الحكم بدل ما هو في الائمة خلاه في سكة تانية، واللي احنا بنقول عليه بالشورى. فالامام علي مسك 5 سنين ما عرفش يعدل السيستم اللي عمله ابو بكر. فالغلطة غلطة. لو انت هتشيل يبقى شايل الامام علي، لان زي ما بقول لك اذا ابو بكر عرف بعد اعظم قائد في التاريخ انه يهد السيستم بتاعه من حكم الائمه لحكم تاني خالص في سنتين حكمهم، والامام علي يحكم 5 سنين ما عرفش يعدل المايل اللي عوجه ابو بكر، يبقى معذره يعني الغلطه غلطه الامام علي وليست غلطه. حتى السقيفه لو غلط يبقى الامام علي برضو اكتر غلطا. ليه؟ لانه ما عرفش يعدل اللي عوجه ابو بكر، وابو بكر عوج الامر بعد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فبلاش ان السقيفه تكون هي يعني الشماعه طيب اللي الشيعه بتعلق عليها في الحاجة. اسمح لي الآن تركتك تكمل. الآن الإمام علي أنت تقول أنه لم يعرف أن يقوم الاعوجاج الذي أحدثه أبو بكر وعمر وعثمان، إذن هؤلاء أحدثوا الاعوجاج. الإمام علي أول تقويم للاعوجاج أول شيء أبو بكر اللي عينه هو عمر بن الخطاب، وشوي الثاني أبو عبيدة. عمر بن الخطاب هو الذي عين معاوية، هو ولا معاوية. عثمان بن عفان زاد بهذا الاعوجاج، فهيأ لمعاوية وأعطاه الشام كله وأعطاه الأموال. هذا الاعوجاج اجى الإمام علي عليه السلام أراد أن يقوم هذا الاعوجاج، فماذا فعل؟ قال له معاوية بن أبي سفيان امشي. قالوا له الجماعة اصبر، قالوا له الجماعة قالوا له يا أبا الحسن تركه شوي فترة إلى أن تقوى وبعد ذلك اخلعه. قال لا والله أنا ما أداهن، هذا اعوجاج عمر زرعه أبو بكر زرعه لازم أشيله. فأول خطوة سواها أنه يشيل معاوية. اجت منه عائشة وطلحة والزبير، هو يريد يكتب يريد ينفذ الأمر. اجى طلحة والزبير وعائشة وضعوا العصا في العجلة التقدم للنهضة بالأمة من الاعوجاج إلى تقوية الأمة. فالذنب ما هو ذنب الإمام علي، ذنب عائشة، ذنب طلحة، ذنب الزبير. يوميا طالعين بحرب، انتم رموزكم يوميا يخرجون على علي بن ابي طالب بحرب. ولذلك عائشة تجيش الجيوش، لا تجعلوا عليا يقوم الاعوجاج، خلونا عوج، خلونا نسير على السكة الخطأ، خلونا نحارب علي بن ابي طالب. شو يسوي؟ حاربهم، حارب عائشة، حارب طلحة، حارب الزبير. خلص من ذولا اجونا منه معاوية بن ابي سفيان وحاربهم، انه بجوا جماعة الخوارج. فانتم الامام علي يقوم وتحاربوه، يقوم، وانت الان انا اريد اقوم وتحاربني. سبحان الله، انت ابن عائشة، ابن طلحة، ابن الزبير، ابن عمر، ابن معاوية، ابن يزيد. سبحان الله، نفس المنهج. زين اخواني، الاخ الكريم بعد اذن الاخ سامي المكرم، الاخ الكريم قال ان عبيد الله بن زياد هو الذي راسل الحسين عليه السلام. الاخ نور الدين هو الذي راسل الحسين سلام الله عليه. وانا اقرا لكم الان من سير اعلام النبلاء اخواني، هذا كتاب سير اعلام النبلاء اخواني. سامي من عندك انفصل، مش من عندنا. طيب، قال اخواني امامكم هذا الشيعي اللي هذا الاخ المكرم السلفي يقول هذا الذي قتل الحسين، وهذا الشيعي. اسمعوا نقرأ ترجمة الشيعي، ترجمة رقم 145 صفحة رقم 545 من كتاب سير أعلام النبلاء المجلد الثالث. عبيد الله بن زياد أمير العراق أبو حفص، انتبهوا، أمير العراق أبو حفص، ولي البصرة سنة 55 وله 22 سنة، وولي خراسان. اخواني، هذا الشيعي مين اللي ولاه؟ ممكن تقولوا لي مين اللي ولاه هذا الشيعي حتى يقتل الحسين عليه السلام؟ المفروض الآن اللي ولاه هو الحاكم الشيعي، مثلا الحاكم الشيعي فلان. نقرأ، يقول ولي العراق وولي خراسان، فكان أول عربي قطع، يقول إلى أن افتتح دولته، وكان جميل الصورة، الله، قبيح السريرة، وقيل كانت أمه مرجانة من بنات ملوك الفرس، قيل. طيب، قال أبو وائل دخلت عليه بالبصرة وبين يدي 3000 درهم جاءت من خراج أصبهان، وهي كالتل. يجمع الأموال لمن؟ هذا الشيعي يجمع الأموال لمن؟
إخواني تبين أنه هذا. يقول: روى السري بن يحيى عن الحسن: قدم علينا عبيد الله بن زياد أمره معاوية. أمره مين؟ معاوية. تبين هذا الشيعي اللي أمره هو معاوية الشيعي، وقتل الحسين الشيعي. ما شاء الله على الشيعة، ما شاء الله. معاوية بن أبي سفيان الشيعي الرافضي أمر عبيد الله بن لا مش أمر يزيد الرافضي، ويزيد الرافضي الشيعي أمر عبيد الله بن زياد، لأن أبوه والده هو الذي ولاه. فذولا كلهم الشيعة أخواني. شوفوا الشيعة اللي قتلوا الحسين. وويلاه يا أبا عبد الله. أبى الله إلا أن يفضح أخواني. بالله عليكم يا أهل السنة، أنا أقرأ من كتب الشيعة ولا كتب؟ أنا اللي طبعت هذا الكتاب؟ أنا الذهبي ولا هذا أنتم؟ هذا عالمكم. أنا تلميذ ابن تيمية ولا هذا تلميذ ابن تيمية؟ أنا تلميذ ابن تيمية ولا هو اللي كتبه؟ أنا الأرناؤوط اللي حققت هذا ولا أنتم حققتوا؟ أنتم كتبتم لأولادنا هذا التراث، هذا تراث تفخرون به، أترفعون رؤوسكم به؟ عبيد الله بن زياد تفخرون به اللي ولاه معاوية، تبرأوا من معاوية، دفضونه، دافعوا عن الحسين. ليش هذا البغض؟ مو معاوية هو صاحبكم، صاحبكم مش صاحبنا معاوية. الله أكبر، الله أكبر. متى تنتفض يا سني على هؤلاء؟ يا سني متى تنتفض على هؤلاء وتقول هؤلاء لا أشرف بهم، لا يشرفوني؟ متى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى متى تبقى بهذه العقلية؟ تفضل يا نور، تفضل يا سيد. حجي قبل لحظة واحدة فقط، لحظة قبل السيد. سيدنا حبيبي لحظة واحدة. هو أنا أسألك، أريد أسأل حتى السيد يوضح. عبيد الله بن زياد منو أبوه؟ زياد ابن أبيه. منو زياد ابن أبيه؟ ممكن يجاوبون هؤلاء؟ هذا اللي نسبه أبو سفيان له، وهو ما يعرفون أبوك الله يرحمه، أبوك الله يرحمه. إذن أبو سفيان لزياد بن أبيه. يا أخي أحمد الإمامي، يا أبو باقر، أبو باقر لحظة، هم عائلة يعني مشكلة والله العظيم يا أخوان. يعني إحنا الحسين عليه السلام اللي حاربوه ما أدري شلون عوائل هند. شوفوا إخواني هذا كتاب، بس لحظة أبو باقر، اليوم أردت هذا كتاب هند بن عتبة، سأقرأ لكم من هذا الكتاب إن شاء الله يوم غد. خلوني بس أقرأ لكم شطر من هذا الكتاب حول هند، اللي هاي العائلة ذكرني الآن أبو باقر بهذا الأمر. شوفوا إخواني هذا كتاب، هذا يعني عائلة سبحان الله، هذه نماذج من نساء العقيدة. الله أكبر، شلون عقيدة؟ نماذج من نساء العقيدة، يعني نماذج فخر العقيدة. منه؟ هند بنت عتبة، هند آكلة الأكباد، هذه نموذج العقيدة. اسمعوا يا أخوان، يقول هنا يقول إخواني فقط هذا أقول، يقول: وإذا كان المسلمون قد أنكروا هذه الفرقة إلى أن يقول ولا سيما أن حب أهل البيت يتغلغل في قلوب المسلمين جميعا، مما جعل هذه العاطفة نحوهم تحجب الحقيقة وتبعد الكثيرين عن الصواب. وإن الذي قام به المؤلف هنا عرض صورة أمينة عن هند بن عتبة التي آمنت بعد ضلال وصفها عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، ودعا لها ولبيتها. شلون بيت أبو سفيان، معاوية، يزيد، هند، ما شاء الله بيت يعني من قمة الورع. وكان لها من المشاهد مع المسلمين
ما يستحق الإعجاب والإكبار مما يجعلها من طليعة المجاهدات من المؤمنات المسلمات. إنه طريق صعب لأن العاطفة لك عليه من الضحكون، صدق كذب. معقولة أنتم هذا تطبعوه؟ معقولة نماذج من نساء في العقيدة؟ لك معقولة يا أفراخ هند أنتم؟ معقولة وإحنا نحن في زمن الحسين عليه السلام تطبعون لأولادنا هذه الكتب؟ نموذج العقيد الامرأة منه هند آكلة الأكباد. هند تعرفون شنو هند؟ ما أريد أعبر زايد. بابا اتقوا الله إلى متى العناد؟ تجيب عبيد الله بن زياد تلصقه بالشيعة لأنك تكره الشيعة فقط لأنهم ينتمون إلى الحسين. إلى متى تبقى بهذه العقلية؟ إلى متى؟ قل لي بالله عليك يا أيها السنة العقلاء، بالله عليكم أخاطب عقولكم. الآن أنت تستمع البرنامج، عندنا 560 شخص باليوتيوب، ما أعرف بالفيسبوك كم، والله يدري كل جهاز كم إنسان خلفه. يا أخواني الله يرضى عليكم، لما أنت ابنك يصوروا له هند إنها نموذج للعقيدة، تقبل أمك هند؟ أنت الآن اللي تسمع الآن صوتي وترى صورتي، هذا اللي طبعوه، أنت شيل أمك وتخلي هند تفخر. مو العملية ما تحتاج، والله العظيم العملية ما تحتاج، خدعوكم. هذا الرجل الآن اللي اتصل اليوم يقول عمري 53 عام ما سمع كتاب الله وعترتي. إلى متى الخديعة؟ الآن اشكر الشيعي أنه يذكرك بالإمام الحسين عليه السلام. هو صراع بين هند وبين مدرسة الحسين عليه السلام، بين آكلة الأكباد وبين مدرسة الحسين. اقتحم العقبة يا أخي اقتحم العقبة، تخلى عن هؤلاء. إلى متى؟ الآن هل عندي فرصة لأتكلم؟ عندك فرصة، ليش ما عندك؟ تفضل. نعم. كتاب الاحتجاج. لحظة، يعني أنت سلمت لي؟ حجة عليك أم لا؟ لا، مو حجة علي، لأنه كتاب الاحتجاج إذا ما يثبت بالسند. لكن الآن هذا اللي حجة عليك، أنت تحتج عليه بكتبي وأنا لا أحتج عليك من كتبك. سلمت لي ولا ما أدري. زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله عليها. ماشي اسمع، سأسمع منك. لكن أول شيء أنت الآن قبلت بهذا الكلام اللي أنا ذكرته ولا تنكره؟ ما فهمنا. لا، هذه كلها روايات ضعيفة، أنا أضعفها وأشكك في صحتها. أنت قلت أنا شو دخلي؟ أنت قلت عبيد الله بن زياد شيعي راسل الحسين، الآن تتراجع؟ الآن أنا قلت كان قائد في جيش علي، والله معاوية طين الدليل. أمره يزيد أم لم يؤمره أن هذا كان قائدا. الطين الدليل. ماشي الطين الدليل أنه عبيد الله بن زياد كان القائد في جيش علي. يلا الطين الدليل. الآن ليس أمامي، سآتيك بالدليل. جيب لنا شيخ. ليس أمامي دليل. جيب لنا شيخ. عشان بلوى أليس ما يقول ما عندي دليل. سآتيك بالدليل. بابا ايش وقت؟ متى تأتي بالدليل؟ الطين موعد. اصبر. الآن أمامي خطبة زينبية، خطبة السيدة زينب بنت. اصبر خليك على الميكروفون. اصبر خليها فهم. أعطيك وأنت ضعيفها وأعطيني من ضعفها. بس اصبر اهدى. أعطيك الرواية. اصبر. ما أول شيء متى تأتيني بالدليل أن عبيد الله بن زياد كان قائدا في جيش علي؟ متى؟ اعطيني الموعد نقطة. نعم. إذا تعطيني وقت. يلا أنا راح أخر البرنامج علشانك. يلا أنا أعطيك وقت الآن. اعطيني الدليل مثل ما أنا. شوفوا إخواني، شوفوا الشيعي يا أيها السنة، شفت الشيعي أنا ماسك الكتاب
واقول له هذا الكتاب وهذه الطبعه، واضرب على الكتاب واقرا لك من الكتاب ومعلم عليه واقرا الترجمه كامله. ليش؟ لان انا ابن الدليل اعطيك بكره بعد بكره وانا ما ادري. بس لحظه يا نور لحظه اخواني، وين المفاجاه؟ المفاجاه انه المتصل يفاجئني، يعني انا ما اعرف اي موضوع سيفتح. ومع هذا أنت كنت قبل قليل تقول لا أن يزيد هو الذي قتل الحسين. ايه الذهبي قال هذا الذهبي قال قتل الحسين. أنتم تحقدون حتى على خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتركنا، لا تهرب للموضوع، لا تهرب إلى الخلفاء. الذهبي قال يزيد افتتح دولته بمقتل الحسين، هذا التلميذ ابن تيمية مش أنا. يلا رد على الذهبي. حتى ترد أنت رواية يعني هربت، يعني ما تستطيع الجواب حتى ترد رواية زينب. يلا اعطينا ماشي. أنت تعرف شوف الرواية صحيحة. أنا راح أتنازل عن كل شيء، ماشي، راح أتنازل عن كل شيء إخواني، وراح أقول له اقرأ الرواية من البداية بالسند عن زينب. يلا الآن أنا سأفتح الكتاب. لحظة إخواني، صلوا على محمد وآل محمد. يلا اقرأ الرواية، راح أصدمك بهذه أيضا. اقرأ الرواية يلا. اقرأ يلا. ابحث عنها واتيك الان. يعني اخواني هذا كتاب الاحتجاج، اخواني شوفوا هذا كتاب الاحتجاج. يلا افتح الكتاب وانا افتح الكتاب. يلا افتح الجزء الثاني صفحه 29. اقرا لي السند، يلا من البدايه. قالت اما بعد يا أهل لا قبل هذا الكلام ف3 أسطر 4 أسطر قبل هذا الكلام. انا اعطيك بابا اقرا قبل هذا السطر. هاي شلون بلوى يا ربي. اللهم اغفر لنا ذنوب. اخي انت مو الان قلت الاحتجاج دقرق. انا اعطيك الشاهد. لا ما اريد الشاهد، اريد الشاهد كامل، مو تريد الشاهد وقاصه. ما اريد قص، اريد الشاهد كامل، ما قص، ما اريد شاهد كامل. هذا الكتاب امامي، يلا اريد الشاهد كامل. هي تخاطب اهل الكوفه. لماذا انت متسرع؟ لماذا انت لا تسمع؟ قالت اما بعد يا مين لا حول ولا قوه الا بالله. بدايه خطبه، انا اعطيك بدايه خطبه. مين اللي نقل الخطبه؟ يا عمي يا نور شلون ورطه يا ربي. عمي نور يا استاذ نور يا محترم. نعم والله العظيم انا يا اخي انا اعصابي بارده، لكن هذا الامر متعب. اسمع يا اخي، انت لما تقول قالت زينب بين صاحب سلام الله على زينب، بين صاحب الكتاب. انا اعطيك الصفحه. انا لا اقرا لك الصفحات، وانما اعطيك ليش لا ودي افهم. فكذبني فلا اقول لعنه الله على الكاذب. عمي الله يرضى عليك، رحم الله والديك، الله يرحم والديك. بين زينب الله يرحم والديك، بين زينب سلام الله عليها نعم. وبين صاحب الكتاب تقريب 500 عام، أكثر من 500 عام. أنت لما تجي تبلع لي 500 عام وتروي لي شيء، من حقي أنا كإنسان بريء وشفاف أقول لك يا أخي مين اللي نقل عن زينب سلام الله عليها. هذا حقي أقول لك، وأقول للطبرسي، وأقول للطهراني، وأقول للسيد ميثم، وأقول لأحمد الإمام، وأقول لنفسي. هذا حق يا أخوان. يعني أنا مو كل شيء انكتب بالكتاب يصير ألبسه، هذه غير بلوى. هذه الفيصل بيننا من؟ الفيصل بيننا المحققين والذين خرجوا الرواية. أنت تعطيني إذا ضعيفة تعطيني من ضعفها، وأنا أعود إلى المصدر الذي تأتيني منه أنت بالتضعيف. يلا قص من الرواية وطينا بس القطعة، ما مشكلة. لا أقص، وإنما أقرأ لك
قول زينب. زين انت بس لحظه نور انت مبين انسان مؤدب، انت انسان مؤدب مبين. اناشدك الله اناشدك الله، انت الان تقرا من الاحتجاج لو تقرا من مقطع في الانترنت، اناشدك الله ان تصدقني. انا اقرا من مصدر، نعم، من موقع رحم الله والديك. شوف اخواني، هذه المشكله والله المواقع دمرت. الشيعي، ولكن الكتاب انت راجع الطبرسي، يلا راجع الجزء الثاني، طلع الجزء الثاني عندك الصفحه 29. انت اقرا الروايه كامله وانا اعطيك الشاهد. طيب، قالت: اما بعد يا اهل الكوفه، يا اهل الختل والغدر والخذل، انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انباثا، هل فيكم الا الصلف والغجب والشنف والكذب؟ اتبكون اخي؟ اجل والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فقد ابليتم بعارها، وأنا ترخصون قتل سليل خاتم النبوة. هذا هو الشاهد. زين لحظة ابقى خلينا ويا نقطة. أنت ردها. اي اعطيني مجال. المصدر. ماشي. اعطيني المصدر في تضعيف الرواية وأكون لك مشكورا. طيب الآن نقطة. أنت تريد أن تقول إنه زينب عليه السلام، طبعا أنا أخواني هذا صفحة 19 ما وجدت، ممكن طبعة أخرى ما في مشكلة. 29 الجزء الثاني 29 ولا 19؟ لا 29 إلى الصفحة 35. من 29 إلى الصفحة 35 الجزء الثاني كتاب احتجاج الطبرسي. شوفوا اخواني بس لحظة، خلي أريكم لحظة والآن أسألك. هذا كتاب الاحتجاج اخواني، وهذا المجلد الثاني هنا. لاحظوا اخواني، هذا الجزء الثاني أمامكم، وهذا الجزء الثاني، هذه صفحة 29. الكلام موجود، ولكن يعني قسم من عنده هو يعني قفز عنه بدون بس يعني بدون ان ينتبه. الكلام اللي ذكره موجود. نعم يا اهل الكوفه. بس لحظه يعني. سيدنا رحم الله والديك. سيد بس اصبر. هو الان الاخ مصري صح لو مو صح؟ هو مصري الاخ؟ لا الاخ لو جزائري لو مغربي. بس انا بس لحظه سيدنا مغربي. بس لحظه رحم الله والديك سيدنا، بس اريد اقول له شيء واعطيك الدور. اخونا انت تريد ان تقول ان اهل الكوفه هم الذين قتلوا الحسين عليه السلام، اتفقنا؟ نعم، وهذه عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة. زين، أنت تلعن قتلة الحسين عليه السلام أو لا؟ نعم. طيب العني الآن. نعم. العني الآن أريدك أن تلعن أهل الكوفة. لا، أنا ألعن قتلة الحسين. إيه، مو هم أهل الكوفة قتلوا ولا مين؟ أنا ألعن الخوارج الذين خرجوا على علي، يعني مش الكوفة. نعم، وشيعة الحسين في الكوفة هم من دعوه أن أعرف علينا أبا عبد الله. بابا اصبر اسمعني أخ نور. الآن اللي قتلوا لا حول ولا قوة. الآن اللي قتلوا على مشارف المدينة. عمي اسمعني والله أخرتني. الله أكبر يا ربي. الآن أنا وياك نلعن الكوفة، كل الكوفة، بعض الكوفة، شو نلعن الآن؟ لا، الكوفة طوائف، ولكن أغلب رحم الله والديك سكان الكوفة آنذاك كانوا من الشيعة. إذا اسمع لي، إذا زينب يا أخي، لأنها العاصمة، يا أخي حوار سريع الله يرضى عليك، هذا نضيع وقت. دولة الخلافة في عهد علي. تفضل. خلاص، إذا أنت قلت إنه الكوفة طوائف، إذا إحنا الآن أنت تريد، وزينب كانت تخاطب الجزء الذي قتل الحسين، مش كل أهل الكوفة، صح؟ نعم. زين، الآن احنا نعرف هذا الجزء. أنا الصيغة ولو جاءت فيها أهل الكوفة إطلاق الكل وإرادة الجزء. طيب أحسنت. إذن احنا نعرف هؤلاء الجزء أو لا نعرفهم؟ نعرفهم من خلال الرواية التي أمامك.
أعرف. لا الرواية أنت اللي تفضلت بها تقولهم يا أهل الكوفة. لا حول. لم تكن في صفة يا أخي بس أرجوكم اسمعوني يا أخي اسمعني. لا ولا كانت في صفة من قتلوا إلا قتلوا علي. اصبر اصبر الآن اتركنا من الإمام علي أخي، اتركنا من الإمام علي. لحظة أنا أريد أضعك على السكة وأضع كل المشاهدين. الآن زينب عليه السلام عندما وجهت الكلام لأهل القتل المعينين اللي قتلوا الحسين خاصة، مو لكل أهل الكوفة. ليس لكل أهل الكوفة. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ نعم اتفقنا. طيب هؤلاء اللي وجهت لهم الكلام الخاصة أنا وأنت نعرفهم أو لا نعرفهم؟ لا نعرفهم. إذن الآن ما يصح، الآن ينبغي أن نبحث عن هؤلاء حتى نلعن هؤلاء المشتركين، ولا يجوز لنا أن نلعن كل أهل الكوفة. اتفقنا؟ أحسن. رحم الله والديك. الرواية أمامك. اعطيني صبر. اعطيني صبر. أستاذ واد. لا الحوار سجال بيننا. أنت تدلي برأيك وأنا أدلي برأيي. نحن الآن لسنا في مناظرة وإنما في حوار. الرواية فيها البكاء. الآن البكاء تجد على الحسين. سيد ميثم اقرأ لنا الرواية سيدنا الله يرضى عليك. البكاء على الحسين. اسمع خلي يقرأ السيد الرواية، خلي يقرأ الرواية. اسمع يا نور اسمع خلي يقرأ. نور أريد السؤال فقط. ماشي اسمع يا أخي اسمع الرواية الله يرضى عليك. اخواني لحظة اخواني الله يرضى عليكم. الآن عندنا بالبث 1008 تقريبا، واللي عاملين لايك 900. أنا ما أعرف شنو السبب يا اخوان. شاركوا البث الله يرضى عليكم. أمس في الفيسبوك الأخوة كلهم قالوا أن البث صفر عندنا. أحد الأخوة كتب لي، الأخت المشرفة زاراء أرسلت لي، لأنه عندما قلت لها ما السبب، ذهبوا إلى التليجرام. ما السبب؟ التليجرام حيث الهداية والناس يدخلون في دين التوحيد ودين ماشي والسبب يا أخي يعطينا مجال الهداية من عبيد الله بن زياد. أنا فقط أذكر لك سبب غيابهم عن المتابعة. لا يعني أنت ما حتى هاي ما فهمت. إنهم يذهبون إلى التليجرام عند أهل بس اسمح لي أخونا، أنت ما فهمت. أنا نتكلم عن الفيسبوك الله يبارك فيك. فالسبب تقطيع الصوت كان بسبب البلاغات اخواني على صفحة الفيسبوك. فانتم الله يبارك بكم اعملوا اعجاب، ادعموا الصفحة الله يبارك بكم، لا لسبب وانما لغرض الاستمرار. بارك الله بكم. صفحة الاخ احمد الامامي، صفحة السيد ميثم. سيدنا اتفضل اقرا لنا الرواية رحمة الوالديك. وترك طيب حجينا العزيز. الرواية يقول: أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الختل والغدر والخذل، أفلا رقعت العبر ولا هدأت الزفر، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا، تتخذون إيمانكم دخلا بينكم، هل فيكم إلا الصلف والعجب والشنف والكذب وملق الأماء وغمز الأعداء، أو كمرع على دمنة أو كفضة على ملحودة، ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم، أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. أتبكون أخي؟ أجل والله فابكوا، إنكم أحرى بالبكاء، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فقد أبليتم بعارها ومنيتم بشنارها. الأخ يشكل يقول لأنهم كانوا يبكون، فهؤلاء من الكوفة وما دام يبكون فهم شيعة. هو لماذا استشهد بهذا الكلام ولم يستشهد بكلام فاطمة الصغرى التي هذه الخطبة في نفس الكتاب أيضا تتكلم فتقول: الحمد لله حمد عدد الرمل والحصى، إلى أن تقول هذا النص الواضح الجلي. تقول فاطمة عليه السلام: أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل المكر والغدر، إن أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسن وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه ورعاء فهمه وحكمته وحجته في الأرض في بلاده لعباده، أكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه صلى الله عليه وآله على كثير من خلقه تفضيلا،
فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد الترك أو كابل. كذبتمونا، كفرتمونا، رأيتم قتالنا حلالا، يعني قبل القتال أنتم كفرتمونا، أنتم كذبتم. فهل الشيعة يكفرون أهل البيت؟ هل الشيعة يكذبون أهل البيت ويرون قتال أهل البيت حلال؟ هو يقرأ من مصدر وفيه أهل الكوفة وفيه بكر، إذن هؤلاء الشيعة. لا تقاطع لا تقاطع لا تقاطع. احنا قرأنا من عدة مصادر ان الكوفة فيهم شيعة يزيد، وفي البخاري فيهم شيعة ابو بكر وشيعة الزبير، بل نواصب. طيب. بل نواصب وفيهم نواصب كما يقول ابن تيمية، وكما يقول ابو اسحاق السبيعي يقول خرجت من الكوفة وليس فيها احد، هذا يذكر الذهبي في المنتقى، يشك في تفضيل ابي بكر وتقديمهما، ابي بكر وعمر وتقديمهما، فهم مقدمون، ابو بكر وعمر مقدمون. الآن أخونا العزيز هو ذكر قرينة، الأخ أنا ما أريد أطول، الأخ قال هم الذين كاتبوه. قلت هذا الكلام يا أخونا؟ قلت شيعته كاتبوه وأخرجوه، صح؟ قال إنه طيب. الآن أخواني الأعزاء، من الذين كاتبوا الحسين عليه السلام؟ هل هم الشيعة؟ يقول الطبري في تاريخه عن الحسين عليه السلام، يتكلم ينقل كلام ليس، يقول فنادى يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا يزيد بن الحارث ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار واخضرت الجناب وطمت الجمام وإنما تقدم على جند لك مجندة فأقبل؟ قالوا له لم نفعل. فقال سبحان الله بلى والله لقد فعلتم. الآن أخواني الأعزاء، من هؤلاء؟ شبث بن ربعي، الإمام الحسين يذكر الذين كاتبوه الذين يقول الأخ عنهم شيعة، حجار بن أبجر، قيس بن الأشعث، طيب، ويزيد بن الحارث. هؤلاء الشخصيات من هم ومن الذي وثقهم؟ طيب الآن إخواني الأعزاء، هذا شبث ابن ربعي، طيب، ومع دوره معروف في واقعة كربلاء. طيب أخرجه ابن حبان في الثقات، وثقه إمام أهل السنة ابن حبان في الجزء الرابع في 300 صفحة 371، وثقه إمامة ابن حبان، يعني هو راوي من رواة أهل السنة. طيب هذا واحد. النقطة الأولى. الشخص الآخر من هو أخواني الأعزاء؟ الشخص الآخر حجار بن أبجر، وثقه البخاري في تاريخ الكبير. إمامك البخاري صاحب صحيح البخاري ذكره ولم يذكر فيه جرحا برقم 438. حجار بن أبجر البكري سمع عليا ما شاء الله ومعاوية وروى عنه سماك. قال وكيع العجلي يعد في الكوفيين، يعد في الكوفيين. طيب الشخص الرابع من هو أخواني الأعزاء؟ الشخص الرابع هو يزيد ابن الحارث. يزيد ابن الحارث كما في كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية، طيب، للدارقطني، يقول يزيد ابن الحارث، ثم يذكر اسمه عبد الله ابن الحارث، ويقال له فيه يزيد ابن الحارث وهو الأشهر وهو تابعي كبير. قال ابن الحجر ذكره البخاري في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا، كذلك في تعجيل المنفعة برقم 146 إلى 147. طيب الآن إخواني من هو الآخر؟ الآخر قائد الجيش إخواني عمر بن سعد. عمر بن سعد في سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني يقول والطريقة الأخرى قال البخاري أيضا قال محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن حبيب عن عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي فذكره. قلت وهذا إسناد جيد، أيضا رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن سعد بن أبي وقاص. قال الذهبي في الميزان وهو في نفسه غير متهم، لكنه باشر قتال الحسين وفعل الأفاعيل. قلت ومع ذلك وثقه العجلي وقال الحافظ صدوق. قائد الجيش الذي قتل الإمام الحسين عليه السلام صدوق. الآن نأتي إلى المفاجأة الكبرى أخوان الأعزاء. الشخص الذي ذكره هو وقال شمر ابن الجوشن. طبعا ذكرت ليلة البارحة أنه في مجمع الزوائد عثماني كان في جيش الإمام علي بن أبي طالب، والإمام علي بن أبي طالب قائد دولة في جيشه الخارجي، في جيشه السني، في جيشه العثماني، في جيشه أتباع عمر، الكثيرين في جيش الإمام علي بن أبي طالب. شوفوا المفاجأة أخواني الأعزاء، هذا في ترجمة بالجوشن الضبابي عند المزي صاحب تهذيب الكمال.
الذي ألف على منواله ابن حجر كتابه تهذيب التهذيب، يعني أكبر عالم رجالي عندهم، في صفحة 527 في ترجمة والد شمر ذي الجوشن الضبابي. هذه المفاجأة أخواني، اسمعوها ووعوها إن شاء الله، تعونها إن شاء الله. في الصفحة 527 بعد أن يذكر ترجمة ذي الجوشن الضبابي والد شمر يقول: وأخبرنا به أبو الفرج ابن أبي عمير ابن قدامة أو أبو الحسن ابن البخاري المقدسيان وأبو الغنائم بن علان وأحمد بن شيبان قالوا أخبرنا حنبل بن عبد الله قال أخبرنا أبو القاسم ابن الحسين قال أخبرنا أبو علي بن المذهب قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن أبي شمر الضبابي نحو هذا الحديث. قال سفيان، اسمعوا أخواني، وكان ابن ذي الجوشن جارا لأبي إسحاق. ابن ذي الجوشن من أخواني؟ شمر. لا أراه، هذه الرواية التي يروونها عن النبي، لا أراه إلا سمعه منه. سمع منين؟ من جاره، من شمر، وشمر روى عن والده. ماذا يعلق المزي على هذا القول؟ فعل، اسمعوا أخواني الله أكبر، فعل لنا درجة أخرى مع اتصال السماع. السند على برواية شمر، واتصل السماع برواية شمر قاتل الإمام الحسين عليه السلام. بعد إخواني من هؤلاء الذين خاطبهم الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء أخواني؟ يعني بس لحظة سيدنا، لحظة. يعني يعني شمر هو اللي يعلي لهم الدين مالهم، هو اللي يرفع لهم دينهم. هو شوفوا يا اخوان، شمر هو اللي يرفع لهم دينهم. تفضل سيد. نعم، هذا تصريح المزي في تهذيب الكمال. اخواني، من الذي ناداه الامام الحسين بعد؟ محمد بن اشعث ابن قيس الكندي، كنيته ابو القاسم. طيب، عده في اهل الكوفه، هذا في كتاب الثقات ابن حبان. طيب، يروي عن عائشه ما شاء الله راوي، وروى عنه الشعبي والزهري وسليمان بن يسار ومجاهد. قتل سنه 7 طيب و60 في وقعه المران، قتله المختار بن ابي عبيد. اسمعوا اخواني، قتله المختار ليش؟ لان شارك في قتال الامام الحسين. وام محمد بن الاشعث اخت ابي بكر الصديق، يعني هذا يقول لابو بكر خالي، يا خالي. منو اخو اخواني؟ هذا من اخو محمد بن قيس بن الاشعث. قيس بن الاشعث الامام الحسين عليه السلام يخاطب كما في الكامل في التاريخ والطبري، يقول للامام الحسين: الا تنزل على الحكم ابن عمك؟ الامام يقول له: انت اخو اخيك، اتريد ان يطلبك الناس باكثر من دم مسلم بن عقيل؟ يعني انت واخوك دول اولاد اخت ابو بكر، اولاد ام فروه. اخواني، قصه ام فروه، هذا الاشعث ابن قيس لما ارتد وجاء الى ابو بكر، والقصه معروفه عند اهل السنه كلهم، قال له: انا رجعت الاسلام ولكن اريد ان تزوجني اختك ام فروه. فتزوج ام فروه اخت ابو بكر وانجبت هذه الثله. هذا قيس بن الاشعث يقول للامام الحسين عليه السلام: الا تريد ان تنزل على حكم ابن عمك يزيد؟ هذا في الكامل في تاريخ الطبري. يقول له الامام: انت اخو اخيك، اتريد ان يطلبك الناس باكثر من دم مسلم بن عقيل؟ هذا قيس اخواني ماذا يلقب في تاريخ الطبري عند الابن الكامل عند المخرج؟ يلقب بقيس قطيفه. قيس قطيفه. شنو قيس قطيفه؟ يقولون لما قتل الامام الحسين بأبيهم، يقول: جاء قيس بن الاشعث وسلب قطيفته، سلب قطيفه الامام الحسين عليه السلام، وكان يسمى بقيس قطيفه. هؤلاء ائمتكم، بهؤلاء تاخذون الدين، بهؤلاء تواجهون الله سبحانه وتعالى، ترمون بلاءكم على الشيعه، وائمتكم وثقات الحديث عندكم ورجالكم هم من قاتلوا الامام الحسين. أنا لولا ضيق الوقت الآن أثبت لك عدد من الصحابة الذين تترضون عنهم ممن شاركوا في قتل الإمام الحسين. لحظة، نور لحظة أخونا، يا أخي لحظة أرتب لحظة أرتب. هل هذا هو الحوار؟ اعطيني صبر، مو في أخ سبقك، الأخ أظل من النرويج. أنا أريد أن أكمل له إن شاء الله ماشي. نرويج أو ألمانيا يا أخي، أو السويد، ماشي، بس اعطيني صبر. تفضل من النرويج. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا زهير من سويسرا. حياك الله زهير، أهلا وسهلا بك.
والله أنا كانت عندي مداخلة، أنا صار لي أكثر من ساعة صح، أنا آسف جدا، آسف. لا مش مشكل. كانت مداخلة فيما يخص الإمامة، لكن أعرج لو سمحت الآن على على أن أعلق. أنت سني ولا شيعي؟ والله شنو نقول لك، أنا سني أو بالأحرى أنا إنسان عقلاني، أخذ شوية من الفكر السني، ويعني وكل ما تبين لي أنه منطقي ومتوافق مع العقل أخذ به. قول يا الله. هذا شنو؟ أقول لك قول يا الله، توكل على الله. يا الله. يعني أنا مش مرتبط بمذهب، يعني أنا حر، إنسان حر، أنا هكذا أسمي نفسي، يعني ما أخندق نفسي في خندق مذهبي طائفي معين. كلما كانت المسألة متوافقة مع عقلي ومع قلبي أخذ بها، وإلا فأضرب بها عرض الحائط. المهم، أنا كانت عندي مداخلة فيما يخص الإمامة، لكن للأسف شفت بعض التعليقات، للأسف بعض المداخلات، وخلتني أشعر بنوع من الخيبة. لماذا؟ لأن تأكد لي أن من خلال السماع أو استماع إلى مداخلات الإخوة وردودكم، خصوصا ردودك أنت يا أخ وعد، تبين لي أن للأسف الإخوة المتداخلين يلزمهم يعني اطلاع قبل ما يتكلموا أو يتداخلوا، لازم اطلاع. أنا في مسألة يزيد، أنا كنت أتوقع أن المداخلات تتمحور حول هذه النقطة بالذات، هل خلافته شرعية أم لا، وإلا أفاجأ بأن كل المكالمات والمداخلات تحاول أن تبرئ ساحة يزيد. وأنا صغير في عمري وفي المغرب كنت أسمع أن يزيد هو قاتل الحسين رضوان الله عليه، يعني هذه عندنا من المسلمات. وصراحة لم أكن أتوقع أن هذا تيار يقول أن يزيد بريء من مقتل الحسين. لم أكن أعتقد أن هذا أصبح تيار لدى البعض، وإلا فإنه من المسلمات أن يزيد هو قاتل الحسين سلام الله عليه ورضوان الله عليه. هذا يعني يثير الاستغراب. الأخ من قبل فرحان من السعودية، أعتقد فرحان جدا، يقول أن العنوا الحسن كما لعنتم كما تلعنون الصحابة، لأن رسول الله قال، جاء بهذا الحديث وهو في قمة الفرح والانتشاء، حينما قال له يا رسول الله أن هذا ابني وسوف تتصالح على يديه فرقة من المسلمين، وإذا بي أستغرب أن راوي هذا الحديث إنسان فاسق. يعني واحد يطلع. الأخ من المغرب هذا كذلك يأتي أصلا ما يعرف، يقول فقط ابن زياد وما يعرف أصلا. لو الإنسان يطلع فقط شوية، يطلع قبل ما يتكلم، يطلع على الأمور التاريخية. طيب زهير أنا خلي قاطعك، ليش ما تقتحم العقبة؟ زهير وعبيد بن زياد هو يقول هو شيعي، وإذا بينا نتفاجأ أنه مش شيعي، أنه زهير ليش ما زهير أستاذ زهير، نعم، أنا يمكن أطلب منك طلب غريب وقد يكون سريع. ليش ما هذا ذكرى استشهاد الحسين عليه السلام وتقتحم العقبة وتعلن ولاءك لمحمد وآل محمد وتعلن التشيع؟ هذا طلب غريب، أول مرة أطلبه من واحد، ما دام الآن أمامك الصورة يعني. لا شوف ايه تفضل. أنا سبق أنا قلت لك، ولو تذكر في المداخلة يعني قد تكلمت قبل شهر ولا ما عرفت 20 يوم ولا ما عرفت، لو تذكر أن ما أحب أن أخندق نفسي طائفيا. أنا قرأت البعض عن الشيعة،
وأعترف أنه في العديد من المسائل يحتملون الصواب أكثر من يحتملون الخطأ. أنا أعترف بهذا وأقول هذا من كل قلبي. أهل السنة مخطئون في الكثير من المسائل، ويجب عليهم ويتعين عليهم إعادة قراءة التاريخ الإسلامي. أركز على هذه القضية، أن يقرأوا التاريخ الإسلامي بشيء من الحياد. الأخ الكريم هذا اللي من المغرب، أنا متأكد ما قاريش عن ما وقع في كربلاء. لو كان فقط يعرف لنطق اسم عبيد الله بن زياد، وقال فقط بن زياد وما عرف شنو اصلا شنو. انت اللي صححتي لي، ويعتقد انه هو من الشيعة هم الذين قتلوا الحسين. المهم انا اعترف ان انا انسان حر يا اخي. انا ما احب اتخندق في خندق واقول ما احب الطائفيه. انا انسان حر، والحمد لله افكر بنوع من التحرر الفكري، وما أخندق نفسي داخل طائفة معينة أو مذهب معين. كل ما أحس أن هذا شيء عقلاني ويأخذ به يعني شيء يعني ينسجم مع العقل ومع الدليل أخذ به. الشيء عندهم أشياء جيدة، أنا أعترف بذلك، ولكن عندهم أشياء كذلك لا أؤمن بها ولا أعتقد بها. لماذا؟ لأنها لا تنطبق أو لا تنسجم ولا تتناغم مع مرجعيتي ومع فكري. السنة مخطئون في العديد من المسائل، وكذلك مصيبون في العديد من المسائل. أنا هذه عقيدتي. أما أنا أقول أنا أخرج من التسنن وأدخل التشيع، أو أخرج من التشيع، لا، هذا ما أنا لا أتخندق طائفيا، وهكذا أمنح لنفسي مساحة كبيرة من الأريحية الفكرية والعقدية. فقط حتى كلمة أخيرة، وإن كنت قبل قليل كنت أريد أن أتحدث عن الإمامة. فقط تعليق فقط على الأخ المكرم الأخير من المغرب الذي كان يقول أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين رضوان الله عليه. نفترض أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين، نفترض ذلك، فبمجرد أنهم أقدموا على هذه الفعل الشنيع خلاص انتفت منهم صفة التشيع. خلاص ما يمكنش نقول أنهم هؤلاء الشيعة، خلاص. فقط مادام أقدموا، لأن التشيع هي عقيدة، حب أهل البيت واتباع أهل البيت والاعتقاد في إمامتهم من علي إلى المهدي. أخ زهير إذا تسمح لي، أولا عندنا نعم. الإمام الحسين عليه السلام يخاطبهم يقول لهم يا شيعة آل أبي سفيان. هو يخاطبهم الحسين يقول لهم يا شيعة آل أبي سفيان. وعلماؤهم قالوا أن بني أمية هم الذين قتلوا الحسين عليه السلام. ثم النقطة المهمة اللي أنت تفضلت فيها، أنه الشيعي يعتقد أنه هذا الإمام معصوم. يعني مرة يصفوننا بأننا نغالي في الأئمة وننزلهم منزلة فوق الأنبياء ونعطيهم الاحترام، فكيف أنا الشيعي وأقول هذا معصوم ثم أقتل إمامي؟ يعني هذا الكلام مثل ما تفضلت، فمجرد أن أقدموا ما هم من الشيعة. لكن أنا عندي فقط نقطة بسيطة. الآن أنا أدعوك إلى البحث في هذه القضية الحسينية، وأدعوك في البحث في نقطة مهمة جدا، هي مصادر التلقي. أخي، مصادر التلقي نقطة مهمة جدا. يعني من أين نستسقي العقيدة؟ يعني الأخ اللي تابعت الحلقة يقول 53 سنة وأنا ما أسمع كتاب الله وعترتي، فقط كتاب الله وسنتي. إذن هنا يراد لنا أن نقف أنه هنالك إعلام موجه ضد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويروج لأمور أخرى. وأنت تدري أنه عادة السلطات هي التي تكتب وهي التي تملك الإعلام. يعني الآن مثلا الفضائية الفلانية
هي ممولة من قبل الدولة الفلانية وتعيش وتبث من الدولة الفلانية. ما تجد أن هذه الفضائية تكتب ضد رئيس الدولة أو ضد ملك الدولة، لأنه هو يمولها وهي تعيش. هذا درجة منذ السابق إلى الآن، ولذلك احنا مظلومين أخونا الشيعة الآن بواسطة الانترنت. مثل ما تفضل جنابك الكريم، بدأت الناس تسمع. يعني سابقا أنا أكثر من واحد كلموني قالوا والله ما كنا نعتقد أنه في بشر على وجه الأرض يقول يزيد رضي الله عنه، ما كانوا يعتقدون. صحيح. لكن الآن في البرنامج يوميا خارج لنا إنسان يدافع دفاع المستميت. هذا طبعا ببركة جهود الأخوة وبركة، لكن أنا أدعوك إلى المتابعة أكثر يا أخي. وأنا ما أقول أنه معنا الحق المطلق مع الشيعة، لا، التشيع شيء والشيعة يعني مو كل الكتب هي حق مطلق، ولا كل الشيعة. هذا اللي يتكلم معاك ما عندي الحق المطلق، وأنا ممكن أخطأ، فلا تغتر بكلامي أبدا ولا بكلام أي شيعي. أنا أقول لك تمسك فقط بما قاله النبي كتاب الله وعترتي، هذه يصح التمسك. أما الشيعة صح عندهم أمور غير جيدة وعندهم كذا، كلنا عندنا أمور غير جيدة، لكن أهم شيء وصية النبي كتاب الله وعترتي. أنا أترك لك المجال إذا عندك شيء آخر تتفضل. فقط هي المسألة محتاجة بحث. نعم. نحن صراحة نحن من أهل السنة والجماعة يعني تنقصنا رحلة الغوص في تراثنا السني وتحليله وغربلته بحيادية وبمنطقية وبعقل وبتحرر من كل ما تربينا عليه. صراحة احنا تنقصنا هذه الرحلة، لأن مسألة متعلقة بشجاعة، وكل الإخوة المتداخلين أنا ما أعتقد أنهم كانوا على حياد. لا، أنا لا أقول أنهم معاندون، لا، ما أستطيع أن أقول هذا الكلام، ولكن أنا ما أجزم به أنهم غير مطلعين بما فيه الكفاية. هذه مسألة أكيدة جدا، يبرهنون على ذلك بأنفسهم للأسف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز، أنا أسمعك، كنت يعني هذا يعني بشدة وبتمعن. حضرتك أنت تستطيع إن شاء الله تبقى تتابع البرنامج وتتأكد من المصادر ومن الكلام. أنا تقريبا 4 مرات بالأسبوع، تقريبا 3-4 مرات بالأسبوع أتابعكم. طيب، صار لي أكثر من شهر. الحلقات تبقى موجودة هي أصلا في قناة الحاج، لأن نطلب منك أنه الكلام اللي نتكلمه إحنا حاول حتى لو توقف الحلقة وتذهب للمصدر، أي مصدر نذكره المعتاد. أكثر المصادر بنسبة 90% هي موجودة بالإنترنت مباشرة، تقدر تسحب الجزء فقط، يعني كتاب ب40 جزء، ما تسحب الكتاب كله، تسحب الجزء فقط وتذهب على الصفحة مباشرة وتقرأ، تتأكد من كل كلمة أقولها أنا، يقولها السيد، يقولها حج وعد، حتى أنت تشوف مدى صحة النقل عندما ننقل نحن ومدى ترابط الأحداث. مو بالضرورة أنه تستمع للطرف الآخر، لأن أنت تلاحظ، طبعا أنت تلاحظ هؤلاء اللي يدخلون لنا مساكين علميا، لكنه ثق بالله العظيم كبار، يعني الكبار ما أعرف أنت شايف سيد ميثم، شايفني في التلفاز معهم في المناظرات، ما أدري شايفنا وما شايف، لكن كبارهم ليسوا بأفضل حال من هؤلاء، بل أتعس من هؤلاء. يعني إذا كانوا هؤلاء ممكن يخافون يدلسون على الناس إلا هكذا هيك، يعني مسألة بسيطة أو خفيفة، لكن هذا الكبار منهم عندما نناظرهم يدلسون عيني عينك، وكذب مفضوح وواضح وصريح، والمناظرات صورة وصوت بالتلفزيون. فبالتالي أنا مو بالضرورة تباع الطرف الآخر أو تنظر للطرف الآخر، انظر لما نقول نحن وتأكد منه، حتى أنت تكون عندك يعني تكون عندك ثقة بما ننقل 100%، وحكم عقلك كما أنت تقول الآن. تفضل. طيب، لا، أنا معاك، أنا في هذه المسألة 100%.
المهم أنا فقط أحببت وأؤكد من هذه المداخلة أن المتداخلين من أهل السنة يعني بلاش يدخلوا إذا لم يكونوا على اطلاع، لأن صراحة أنا شخصيا أحس بالخجل من بعض مداخلاتهم، يعني وكأنه الإنسان يعني متطفل. لو كان يعني عندك علم عندك اطلاع تفضل، ما عندك من الأحسن استمع وخلاص، يبقى بعيد يعني من الأحسن. هذا هو، وإن شاء الله الله يجمعنا جميعا كلنا شيعة وسنة بالجنة إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير عليكم. أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أطلب من كل الأخوة والأخوات أن يدعوا للأخ الكريم أنه رب العالمين يضعه على الطريق الصواب إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء. إخواني أنا أيضا اليوم أخرتكم، أنا آسف جدا، وأنا مضطر الآن أنه معذرة لكل الأخوة حتى في على الخط. أنا آسف للأخ نور الدين رزقي أو كذا. فأنا أخيرا أشكر كل الأخوة والأخوات الذين انضموا إلينا وجزاكم الله خير الجزاء، وأشكر السيد الكريم الباحث القدير السيد ميثم الموسوي على انضمامه، كذلك ما ينسانا بالدعاء وهو في رحاب الحسين عليه السلام. كذلك أشكر الباحث القدير الشيخ أحمد الإمامي، وأشكر الشيخ سعد الشريف والأخ نزار وكل الأخوة الذين انضموا إلينا، وأنتم أيها المشاهدون الكرام جزاكم الله خير الجزاء. ألتقيكم غدا إن شاء الله في 10 بتوقيت مكة حرسها الله تبارك وتعالى. إلى يوم غد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في 10 غدا بتوقيت مكة.